السلام عليكم اخوان متتبعين مزرعه دجاج الفيومي الاصيل. تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم عندنا واحد الدجاجه مرضات لنا بالكوريزا، ما يسمى بمرض الكوريزا. انتم كي تشوفوا معايا، قرب ابو محمد، قرب الوجه تاع الدجاجه. عندها الدمعه في عينيها، شتو؟ ها هي. هادي تسمى الكوليزا. هاد المرض هذا تيجي اما من غاز الامونياك ولا كولوندير داير في المحل في الكوري. حنا ما عرفناش كيفاش حتى مرضات بهاد المرض هذا. الاغلبيه انا الكوري عندي مسدود، تقريبا الكوري مسدود، الشراجم كاع مسدودين، ما كاينش الكولوندير. الكوري نقي، غالبا تكون سخونه وخرجت مع الصباح كيحلب بو محمد ولا شي حاجه، تكون خرجت على برا وكاين البرد، باش تكون تقاس لها العين ديالها. حنا غادي نحاولوا نعالجوها بواحد جوج مكونات ان شاء الله. واحد المكون اللي راه متوفر مزيان، وبالبوماده الصفراء. هذا هو باش تنعالج انا هاد المرض ديال الكوريزا الاخوان. راه 3 ايام تيعطي المفعول ديالو، تقريبا 3 ايام الدجاجه تتصح من عينيها، ما يبقاش فيها هذا المرض هذا. وهذا المرض الاخوان راه تيكون معدي شويه على قبل. الا خليتيها في الكوري مع الدجاج راه يقدر تعدي الدجاج. من الاحسن هاد الحاله بحال هكا تنعزلوها وتنداويوها واحد 3 ايام متابعه، 3 ايام حتى 5 ايام تنعزلوها وتنداويوها، نقدموا لها الدواء ديالها، ومن بعد راه تتولي ان شاء الله بخير وعلى خير، ونطلقوها مع الدجاج. كما قلت لكم، الطريقه ديال العلاج ديال هذا المرض هذا، تنشدو الملحه الاخوان. ها هي الملحه، تندير واحد شويه ديال الماء دافي بحال هكا، حتى كتذوب هاد الملحه في الماء دافي مزيان. بالنسبه للانسان اللي عنده من القطن راه مزيان. القطن تنشدوه، القطن، تندوبو هاد الملحه. الاخوان كتذوب مزيان، تدخل فيها الماء دافي باش تذوب، تنحركوها باش تذوب، وتنشدو الدجاجه بهاد الطريقه هادي. تنشدو واحد شويه الماء بحال هكا ديال الملحه، وتنديرو نمسحو لها عينيها مزيان. غادي يحرقها ولكن ما عندنا ما نديرو ليها. نحاولو نمسحو لها عينيها شويه. بهاد الطريقه الاخوان نمسحو لها العين ديالها، شتا تيكون فيها شويه تاع الريوق. الاخوان هاد الطريقه راه ساهله، بهاد الطريقه هادي. غادي نشدو دابا البوماده الصفراء، راه ضروريه الاخوان. هاد البوماده راه تتباع في الفارماسيان، ضروريه تكون عندك في الكوري، على قبل بحال هاد الامراض بحال هكا. هانتوما الاخوان تنشدو البوماده، تندخلوها للطائر في عينيه مزيان. حاولنا ندخلو هاد البوماده لعينيها الاخوان، هاد الدجاجه هادي. وفي نفس الطريقه العيال الاخرى، نفس الطريقه الاخوان. هانتوما كما تتشوفوا معنا.
وان شاء الله تعالى راه الطريقه هادي اللي تندير انايا راه فعاله بالنسبه لهاد المرض ديال الكوليزا. يومين 3 ايام ان شاء الله تعالى الدجاجه راه تتصح وتولي بخير وعلى خير ان شاء الله. وهادشي اللي كاين الاخوان. حنا نحاولو دابا نعزلو هاد الدجاجه هادي نحطوها في شي بلاصه اللي تكون بوحدها، ما نحاولوش نديروها مع القطيع. وان شاء الله راه ملي تصح راه غادي نعاودو نشاركو معكم فيديو اخر ونوريكم الدجاجه كي ولات. والسلام عليكم ورحمه الله. وتنتمنى تدعمونا وتدعموا القناه، واللي مازال ما اشتركش الاخوان يشترك معنا في القناه. وتنتمنى الاخوان اللي شاف الفيديو بارطاجيه باش تعمل فائده. اللي ما عارفش كيفاش يتعامل مع هذا المرض ديال الكوليزا راه هذا هو، هذا راه دواء فعال الاخوان. الملحه، نعاودوا الوصفه، الملحه تديرها في شويه ديال الماء دافي تذوب، والبوماده الصفراء، وتهنيتي على الكوليزا ان شاء الله. يلا الاخوان، نهاركم مبروك والسلام عليكم.